حضر الموضوع. لكن انتر ميامي مش الفريق، يعني عايز اقول لك مش الفريق اللي مالوش شعبيه كبيره زي كان فيلادلفيا مثلا، زي كوزموس نيويورك، يعني برضه فريق لسه معروف. ميسي لما بقى راح ميسي ايوه لما راح ميسي ولويس سواريز بدا يعني الناس تبص على الفرقه. ده ميسي واخد ليه اسهم تقريبا ربع الفرقه بالظبط، وغير الاعلانات وغير التذاكر وغير الحاجات. طبعا ما هياخد حاجه في التفاحه. لما هيعتزل هياخد ربع الاسهم تقريبا او تلت ايوه. مش الأسهم. عايزين نقول، ما انا بقول لك في التفاحه مش عايزين نقول بيكهام حبيبه فمديله اللي هو عايزه. بيكهام هو ليه اسهم بالظبط. وكمان رايح له كمان لوكا مودريتش اعلى اللي هو عايز يروح. دي بروين من مانشستر سيتي بعد ما محمد صلاح كلمه اللي هو يجي السيتي ما رضاش. يعني قال لك لا انا عايز ابدا حياه جديده في الولايات المتحده الامريكيه، وامريكا زي انجلترا يعني ما فيهاش بعيده الفلوس. وهياخد برضه نسبه من الاسهم. وهيلعب لوكا مودريتش ودي بروين من احسن اللعيبه في العالم في كبلاي ميكرز. لكن مش رايح الدوري الايطالي، كان في كلام انه رايح نابولي. والله في مفاوضات نابولي مستمره. لا يعني دي بروين نابولي ما زال مستمر في التفاوض معاه. عايز يقنعه، وخاصه ان نابولي فاز بالدوري الايطالي. ايوه طبعا. وهيلعب في دوري الابطال. أيوة. طب ما هو عندك ليفربول في انجلترا ومش هتطلع من بره، يعني مش هتطلع من انجلترا زي ما انت اسرته بتحب انجلترا وعايشه هناك. لكن المفاوضات ما زالت مستمره. الاتجاه يا اما نابولي بس بنسبه مش كبيره، يا اما امريكا. لكن لوكا مودريتش قال خلاص انا هروح انتر ميامي بعد ما حصل حوار ومفاوضات معاه. على اي حال هنجد اللي في بطوله كاس العالم للانديه بطوله قويه جدا جدا، ويكفي اللي بيوصل حتى مجرد اللي بيقول يعني سلام عليكم بياخد له 3 مليون دولار. الاهلي هيجي له 1.5 مليون قبل ما يسافر. طبعا لا ده دي على يعني طول، ده دي قبل ما يسافر خير، ده دي صباح الخير طبعا. مشاركه كده. وكل ماتش بياخد. يعني لو هو كسب هياخد نسبه من المكسب، هياخد مثلا $1 مليون على المكسب. لو اتعادل هياخد 600 يعني يعني